الاستاذ احمد موسى ممكن استاذنك تخرس لان انت مش عارف تتكلم. اللي انت طالع بتقوله ده اسمه هبل. بدل ما تقول للناس انه احنا في مرحله صعبه عشان في حرب بره في العالم، فالدنيا كلها بايظه، فالعالم كله اقتصاديا بايظ، طلع تقول لهم اعملوا زيي. انت مين عشان نعمل زيك؟ اسمها انك توعي الناس، انك تفهم الناس، تفهمهم ان الدنيا هنا وبره بايظه عشان الحرب، ففي بترول عالي، ففي دولار بيتلعب بيه، ففي ضغط علينا. اسمها انكم تبتدوا تشتغلوا وتصنعوا عشان تصدروا ونكتفي ذاتيا. ما اسمهاش اعملوا زيي وايه يعني كلوا ايه العبط ده. بالنسبه للاستاذ عمرو اديب، انت بتعمل ايه؟ انت بتلعب صح؟ انت بتلعب وبتحط السم في العسل. اتكلم عدل وفاهم الناس وعيها واتقي الله. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. او اللي انتوا سمعتوه بقى في الوقت ده بيتقال دايما عندنا في التلفزيون المصري، واللي بيخرج اصلا على لسان واحد اقل ما يقال عليه ان هو ملياردير مش مليونير وبس، واللي محدش فيهم اصلا فكر ان هو يتبرع ب8 ساعة او 8 بدلة من اللي هو لابسها علشان بس يفتح كشك لواحد غلبان ونشوفه قدام عينينا وهو بيكرم واحد يتيم او شاب محتاج ان هو يتجوز. فالحين بس ان هم يطلعوا يتكلموا علينا ويطلعوا يقولوا لنا نعمل ايه وما نعملش ايه.